إيران تغلق رئة العالم. مضيق هرمز يتحول إلى سلاح يفوق خطورة نووي. تهديد واحد من طهران يكفي لشل الاقتصاد العالمي. الناقلات تتوقف، الأسعار تنفجر، والأساطيل تستنفر. هل يعيد ترامب حساباته؟ وهل يتراجع نتنياهو أمام ورقة الضغط الجديدة؟ مضيق هرمز شريان حياة عالمي، إن أغلق سيصرخ العالم. إليكم قصته. هرمز عنق العالم، شريان النفط في العالم، الممر الأهم للنفط في العالم، شريان الحياة للصناعة في العالم، وألقاب أخرى كثيرة تعبر عن أهمية هذا المضيق الذي شهد طوال تاريخه أشد الصراعات الدولية. هو طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج العربي، والمنفذ الذي ينقل نفطه للعالم. له دور كبير في حرب التوترات وفي لعبة المناورات السياسية والنفطية والاستراتيجية في المنطقة. يقع المضيق في الجزء الشرقي لمياه الخليج العربي والجزء الشمالي الغربي لخليج عمان، اللذان يشكلان ممرين بحريين يتصلان بالمحيط الهندي. من الشمال والشرق تطل عليه إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه. يفصله عن الخليج العربي خط يصل رأس الشيخ مسعود في شبه جزيرة مسند العمانية بجزيرة هنجام، عابرا جزيرة قشم حتى الساحل الإيراني. ومن الجنوب الشرقي تمتد حدوده من رأس دبا على ساحل الإمارات إلى دماجة على الساحل الإيراني، وهو الخط الذي يفصله عن خليج عمان. وحدوده الشمالية تتألف من جزيرتي قشم ولاراك، أما الجنوبية فهي شبه جزيرة رأس مسندم، موقع استراتيجي يزداد أهمية بمناخه المداري الذي يجعل الملاحة في هذه المنطقة سهلة طوال العام. كما تنتشر حوله عدة جزر يزيد عددها مجتمعة على 100 جزيرة، أهمها جزيرة هرمز ولاراك وشبه جزيرة مسندم وطنب الصغرى والكبرى وأبو موسى. عرض ممري الدخول والخروج قد يصل إلى 10 كيلومترات ونصف الكيلومتر. ترجع تسميته في اللغة الفارسية إلى كلمة هرمز التي تعني الإله وكوكب المشتري، بينما تعني الهرمز عند العرب الكبير من ملوك العجم. وبذلك يرجع المؤرخون تسميته إلى 3 أسباب: إما أنه سمي نسبة إلى هرمز وهو أحد ملوك بلاد فارس الذي حكمها عام 272 للميلاد، وهو اسم حمله أيضا 5 ملوك ساسانيين، أو إنه سمي للمملكة القديمة هرمز المعروف باسم باب الشرق السحري. أما السبب الثالث فيرجح أن اسم المضيق اشتق من جزيرة هرمز التي تقع على مدخله عند ساحل إقليم مكران. تاريخيا كان للمضيق مكانة كبيرة وزخم يرجع إلى أكثر من 5000 عام، إذ تعاقبت عليه عدة حضارات مثل الحضارة الإغريقية والفينيقية والسومرية والبابلية والفارسية، كونه معبرا مهما للسفن التجارية والحربية. ومنذ القرن السابع قبل الميلاد بدأ صراع الإمبراطوريات المتعاقبة في المنطقة للسيطرة على مضيق الخليج البحري، حتى شهد في القرن العاشر الميلادي تأسيس مملكة هرمز القديمة في البر الأصلي على الساحل الشرقي للخليج العربي، ونجحت في أن تكون حلقة اتصال تجاري بين الشرق والغرب. غير أن غارات المغول أرغمت سكان المملكة على التوجه نحو جزيرة قشم ثم جزيرة جيرون، حيث أصبحت هرمز الجديدة عاصمة لأكبر تنظيم سياسي وتجاري شهدته المنطقة لفترة ناهزت 100 عام. وفي الفترة بين عامي 1325 و 1349 زار ابن بطوطة المنطقة وكتب عنها، وكان المضيق آنذاك في أوج ازدهاره. شكل هرمز للبرتغاليين تميمة الحظ بكل معنى الكلمة بعد أن سيطروا عليه في القرن السادس عشر، حيث كانوا يقولون عنه: إذا كان العالم كله خاتم من ذهب فإن هرمز هي جوهرته. واستماتوا بالدفاع عنه ضد العثمانيين، خاصة في معركة هرمز التي خسر فيها العثمانيون. واستمرت سيطرة البرتغاليين هنا حتى اتحد البريطانيون والفارسيون ضدهم عام 1632، وأنهوا سيطرتهم على المنطقة بعد فترة طويلة بلغت 119 عاما،
حيث كان بالنسبة لبريطانيا مفترق طرق ذو أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة أنه على طريق تجارتها الرئيسة للهند، وخاصة أيضا أن بريطانيا كانت تحتل غالبية الدول المحيطة به، فاستطاعت عبر السيطرة عليه التحكم بالملاحة في المنطقة بكل راحة. مع الأيام كانت تزداد أهمية المضيق، خاصة بعد اكتشاف النفط في الخليج، حيث بات معبرا حيويا لنقل النفط باتجاه العالم. فعقدت بريطانيا عدة اتفاقيات مع مشايخ الخليج العربي بغرض تأمين الملاحة البحرية ولحماية سفنهم من هجمات القراصنة، وذلك بين عامي 1820 و 1970 للميلاد. وفي 30 من نوفمبر عام 1971 احتلت إيران جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى التي تقع في القرب من حقول النفط والغاز البحرية التابعة للإمارات، والتي رغم أنها صغيرة المساحة إلا أنها تشكل مراكز مراقبة مهمة لسواحل الخليج العربي. فبحسب الخبراء تمر بشواطئ هذه الجزر 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط، أي ما يعادل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية. لذلك فإن من يسيطر على هذه الجزر ومضيقها قادر على التحكم في حركة الإمدادات النفطية. لذلك يطلق عليه خبراء الطاقة لقب العنق الرئيس للعالم ونقطة الاختناق، إذ يتفق الخبراء على أهمية مضيق هرمز التي ازدادت بشكل ملحوظ فور اكتشاف النفط في الجزيرة العربية وإيران، فهو حجر أساس لا يمكن الاستغناء عنه في تجارة النفط والغاز العالمية. ويصنفه الخبراء على قمة أهم 8 نقاط حيوية في العالم التي تتيح مرور 40 مليون برميل نفط يوميا. فوفق بيانات بلومبورغ لعام 2020 عبر المضيق 12 مليون برميل من النفط الخام القادم من العراق والسعودية والإمارات والكويت وإيران. وباندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 تعاظمت أهميته أكثر، حيث باتت منطقة الخليج وجهة مهمة للدول الصناعية الكبرى بغرض تأمين احتياجاتها من نفط الخليج العربي. لتسجل إحصائيات الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مرور 20 مليون ونصف المليون برميل يوميا في المتوسط من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية، وذلك بحسب شركة التحليلات فورتكسا، التي ذكرت في تقريرها أن الناقلات العملاقة تحمل عبره حوالي 80 مليون طن متري أو 20% من الاحتياجات الدولية، وحوالي 25% من احتياجات الغاز المسال. هكذا كان هرمز وما يزال يزيد من أهميته لدول العالم أجمع، خاصة في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع حجم الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 121 مليون برميل يوميا عام 2030. ويضاف إلى ذلك حجم التجارة التي تبلغ تريليون دولار سنويا. وبالأرقام فإن المضيق يتيح مرور ناقلات يبلغ مجموع حمولاتها أكثر من 2.5 مليار طن سنويا، تحمل شحنات السلع الأولية مثل الحبوب والحديد الخام والإسمنت وغيرها، حيث يمر عبر هرمز 22% من هذه السلع. كل ذلك جعل له أهمية استراتيجية كبيرة جدا بالنسبة للدول المشاطئة له، وخاصة الدول التي يعد إطلالتها على الخليج العربي مثل العراق والكويت والبحرين وقطر، لأنه يشكل المنفذ البحري الوحيد الذي تعتمد عليه الدول كليا في التصدير والاستيراد، بينما يشكل المنفذ الرئيس وليس الوحيد للإمارات والسعودية وإيران. أما بالنسبة لسلطنة عمان فهي لا تعتمد عليه كليا، إذ لها واجهة بحرية طويلة على خليج عمان في البحر العربي في الجنوب. تتقاسم عمان وإيران السيطرة على المضيق كونهما الدولتين الأقرب إليه، وحاولت إيران المطالبة بمنحها الإشراف الحصري عليه بحجة وقوعه ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها قُبل بالرفض، وتتعمد دائما إبرازه كبرميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة كلما ارتفع التوتر بينها وبين دول أخرى خاصة أمريكا، وتمسكه كعصا تلوح بها إذا ما تم تهديدها بأي هجوم عسكري. وقد هددت بإغلاقه على مدى عقود وفي مناسبات كثيرة، أبرزها في فترة الثمانينيات أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
بينما تؤكد أمريكا دائما أنها لن تسمح بعرقلة حركة الملاحة البحرية وعبور السفن عبر مضيق هرمز، فإغلاقه يعني وقف الإمدادات لأكثر من 23 دولة أوروبية وآسيوية، وفي الإجمال يؤثر على 30 دولة بشكل مباشر، وعلى العالم كله بشكل غير مباشر. هكذا يكتسب هرمز أهميته كونه يشكل عنق الزجاجة في مدخل الخليج الواصل بين مياه الخليج العربي شبه المغلقة والبحار الكبرى على المحيط الهندي، وهي بحر العرب وبحر عمان والبحر الأحمر، والمنفذ الوحيد للدول العربية المطلة على الخليج عدا السعودية وسلطنة عمان إلى دول العالم. تعبره 200 إلى 300 ناقلة نفط يوميا بمعدل ناقلة واحدة كل 6 دقائق في ساعات الذروة، وتحمل 40% من النفط المنقول بحرا على مستوى العالم وبالسرعة المطلوبة. فالسعودية مثلا تصدر 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، أما الإمارات فتنقل عبره 99% من نفطها، بينما تنقل إيران والكويت وقطر كل إنتاجها من النفط عبره. ومع قدرته على نقل هذه الكمية وبهذه السرعة يتفوق على أي مضيق آخر في العالم، ويجعله يتربع على عرش المضائق أو الممرات ليكون في المرتبة الأولى عالميا منذ اكتشاف النفط منتصف القرن العشرين كشريان العالم الطاقوي، وسيستمر كذلك حتى آخر نقطة نفط في المنطقة. استطاعت إيران استغلاله وتحويله إلى قوة ردع حقيقية، ليس فقط بقوة الجغرافيا بل بقوة القانون الدولي الذي منحها السيادة على المضيق بموجب اتفاقية جامايكا لعام 1982، وقبلها معاهدة جنيف عام 1958.